النوع التاني من شفاطات الأنف هو الشفاط اللي بصمام. طريقة استخدامه بتكون أسهل من الشفاط العادي. ليه؟ علشان الشفاط ده بحطه جوه أنف البيبي وبضغط عليه براحتي، مش محتاج إن أنا أعمل فيه زي ما كنت بعمل هنا، إن أنا أضغط عليه الأول بره وأحطه جوه أنف البيبي وأبتدي إن أنا أسيب. وما كانش ينفع أضغط وهو جوه أنف البيبي. ليه؟ علشان ده بيطلع الهواء بتاعه من هنا، فكان هيخش جوه أنف البيبي ويبتدي إن هو يعمل عملية طرد، فممكن يأثر على الشعيرات الدموية. طيب ده ايه الميزه اللي فيه تخليني اضغط عليه اكتر من مره وهو جوه انف البيبي؟ الصمام ده. من خلال الصمام ده لما انا باجي اضغط كده الهواء بيطلع من هنا، ما بيطلعش من هنا، وبالتالي مش هيدخل هواء جوه انف البيبي ومش هيسبب اي اذى للشعيرات الدمويه. بس في حاجتين في الشفاط ده لازم تعرفيهم كويس. ما ينفعش احط فيه اي محلول ميه علشان هيبتدي ان هو يخرج من هنا، وما ينفعش استخدمه وهو بالشكل ده. لازم الصمام يكون لفوق والقطعه اللي بتخش جوه انف البيبي لفوق. وبس كده. لو عايزه تعرفي معلومات اكتر عن اي منتج من منتجات الاطفال ابعتيلي في الكومنتات او سيبيلي رساله. انا عمر محمد.